شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم كثرة الدعاء. امرنا الله سبحانه وتعالى بالدعاء فقال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وذكر الله سبحانه وتعالى آيات الصيام في سورة البقرة مرتبة، وبين هذه الآيات قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كأن في هذا الترتيب إشارة إلى الاعتناء بالدعاء في رمضان. إذا سألك عبادي عني، قيل في سبب نزولها: جاء جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء في رمضان له مزية خاصة، فقد روى أبو هريرة والحديث في الترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. هذه دعوات لا ترد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة لكل منهم دعوة مستجابة. فالصائم دعاؤه مستجاب، لا سيما حين يفطر. والدعاء عموما أمره عظيم. في حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أبدله الله بها إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له دعوته، وإما أن يرفع عنه من البلاء بقدر الدعاء، وإما أن يدخرها له أجرا يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا لا يخيب من رفع يديه إلى ربه أبدا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا الحديث قالوا: إذا نكثر. قال: فالله أكثر، إن ربكم حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فهذا شهر الدعاء. ما أحوجنا، ما أكثر المشكلات التي نعاني منها على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الأمة. فلندعو، وليدعو المسلم لنفسه ولأهله، ويدعو لإخوانه بظهر الغيب. من دعا لأخيه بظهر الغيب أمن على دعائه ملك وقال: ولك مثله. ويدعو للمسلمين والمسلمات. من قال: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كتب له بكل مسلم حسنة. ويدعو للأمة جمعاء بالتمكين والعز والهداية. ثم أمر مهم جدا يتعلق بالدعاء: الناس يدعون، ولكن يدعون بقلب غافل لاهٍ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. من أعظم آداب الدعاء أن يدعو له المسلم وهو محسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يرد دعاءه كما مر معنا في حديث أبي سعيد الخدري. ثم يظهر ضعفه وفقره ومسكنته وحاجته، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، ويكون هذا الدعاء بعد عمل صالح، ويتحرى أوقات الإجابة. فهذا أمر عظيم جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، إنه سميع قريب.